أهلا بكم في حلقة جديدة وفيديو جديد من سلسلة تطبيقات بنشرحها. التطبيق ده بيكون فيه ميزة اتنين تلاتة بيكونوا بشكل مجاني، تقدر انك انت تستخدمهم وبيضيفوا لك حاجات من التفاصيل، الحاجات اللي انت بتدور عليها اصلا. انا دلوقتي مثلا بتمرن، بروح الجيم 3 ايام في الاسبوع، وبس انا بتمرن مع مثلا مدرب خاص. لو افترضنا انك انت مش بتتدرب في مكان بس انت بتدرب نفسك، فمحتاج تطبيق يتابع اوزانك. بتروح النهارده مش بتلاقي اوزان، آه مش بتفتكر انت اخر مره، معلش انا اسف اتلخبطت، مش بتفتكر انت اخر مره الاوزان بتاعتك كانت ايه بالظبط. فده تطبيق اسمه هيفي. التطبيق ده كل اللي عليك انك انت بتفتح التطبيق. يعني دلوقتي هنروح للشرح، ولكن المميز ان التطبيق ده فيه كل التمارين. بتختار التمرين بتاعك، ممكن تعمل تايتل للتمارين بتاعتك، مثلا ده كتف، ده النهارده بنج، النهارده ظهر، النهارده وهكذا. وتعمل مثلا للتمرينات الكتف انك انت اخر مره لعبت 4 مجموعات، لعبت بوزن كذا، عدات كذا. طيب، وده اللي هنبتدي نشتغل عليه، وهنروح للشرح دلوقتي. الموضوع بسيط جدا، مش هياخد معانا اي وقت، فيلا نروح للشرح وهرجع لك مرة طبعا تانية. كل اللي عليك هو شكل التطبيق من بره اسمه هيفي. بنضغط عليه. في البداية بتكتب البريد الإلكتروني الخاص بيك وبعد كده الاسم بتاعك. بيجيب لك شوية تفاصيل. انت عاوز تحسب التفاصيل في اللي هتسجلها ايه، يعني مثلا زي الوزن عاوزه بالكيلو جرام، المسافة عاوزها بالكيلومتر ولا بالميلات. بالنسبة للمقاسات هل هي بالسنتيمتر ولا بالإنش. بتحدد على حسب الحاجات اللي انت هتعملها وهتدوس كونتينيو. ممكن لو على الايفون تعمله مع ابل هيلث مفيش مشكلة، وتعمل turn on all allow. تحدد النوع بتاعك وتحدد طبعا تاريخ ميلادك. الفكرة في ابل هيلث ان هو بيبقى عارف وزنك وعارف كل التفاصيل. تمام، فاحنا ممكن. تمام. وبعد كده تكتب ايه الهدف بتاعك، عاوز تخسر وزن، عاوز تكسب قوة اكتر، عاوز تبني عضلات، مثلا فات لوس. المستوى بتاعك مثلا انت بقالك قد ايه بتتمرن. طبعا لو هو جايب لك خطة مدفوعة تدوس نوت ناو، تدوس نو ثانكس لو عاوز ما يرسلكش رسائل. وبعد كده سمعت عنه من ايه، طبعا ممكن تقول من خلال انفلونسر لو انت سمعت عنه من خلالي. وبعد كده بتدوس كونتينيو وبعد كده نبتدي. كل اللي عليك انك انت دلوقتي فاتح معاك عندك صفحة رئيسية فيها الناس اللي ممكن تكون معاك. عندك الورك اوت الخاص بيك اللي انت هتسجله، وده البروفايل بتاعك. طيب، هنيجي هنا ونيجي مثلا عند نيو روتين ونعمل اد اكسرسايز او تمرين معين. وهو هنا المميز ان هو جايب لك كل التمارين اللي انت ممكن تكون محتاجها. فمثلا فيس بول اللي هي بتاعت الاكتاف، ممكن انك انت هو جاب لك ست اللي هي التمرينة. فممكن نقول اد ست تانية، ادي 3. في كل مرة مثلا في الأولى مثلا احنا عملنا 15، في كام عدة؟ هنقول في 12 عدة. الوزن كان 15 والعدات 12. الميزة بقى ان هو بيسجلهم لك مع بعض. ممكن انت تغير لو انت مثلا بتلعب بأوزان عالية او يعني في كل مرة بتعلي في كل، على حسب نوع تمرينك يعني. بعد كده بندوس على سيف. اوكي. ممكن تسجلها ايه، كتف، تسجلها على حسب نوع التمرين بتاعك وبعد كده تدوس راح دايس على سيف. بكده بقى عندك مثلا في الكتف هنا تمارين. التمرين ده انت عملته كده في اليوم الفلاني، عاوز تزود عليه تعمل اللي انت عاوزه. ممكن تعمل edit روتين،
اعمل اد اكسرسايز مثلا، تخلي دي بقى ليها اللي هي تمارين الكتف بس. فاحنا عملنا الفيس بول، الشولدر، عايزين نشوف في شولدرز تاني، ندوس عليها اد اكسرسايز وتبتدي تشتغل عليها. وبكده يا صديقي نكون خلصنا شرح الفيديو بتاعنا النهاردة. اتمنى يكون الفيديو عجبك والتطبيق يفيدك. متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. انا اخوك يحيى، ولو احتجت اي حاجة تقدر تكلمني على الانستجرام. والسلام عليكم.